إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هوريكم كده الخبيز بتاعنا بتاع الصعيد، ونخبز كده مع بعضنا ونعلم بعضنا. اول حاجة هنحلل الدقيق كده عشان لو في اي حاجة في الدقيق لما تحلليه كده تطلع منه. هنرب الخميرة كده بالليل النهاردة بإذن الله، ونصبح الصبح نخبز عليها. هوريكم خطوة بخطوة. حلل الدقيق كده وارجع لكم تاني. كده يا جماعة رجعت لكم تاني. ادي كده العقر ده، العقر ده بنكونوا عاملينه من الخبزة اللي فاتت. من باقي ما تعجني باقي العجين بتحطي دقيق، وبتدعكي بيه اللي هو العجان ده اللي هنا، بتدعكي باقي العجين يعني بيطلع ده معاكي. بتسيبيه شوية كده قد نص ساعة من برا بيتخمر، وبعد كده بتحطيه في كيس وبتحطيه في الفريزر عادي. ودي اللي هي الخميرة. الخميرة دي اللي هي ايه، تخمر العيش زي الفورية، بس دي ايه البلدي، خميرة البلدي. نبتدي نحط كده هنا على الخميرة دي هنا زي ما انتوا شايفين كده. ده والعقر ده هنا معانا اهي، اللي هي البايتة من المرة اللي فاتت الخميرة اهي. العقر ده كده بتسيبيه كده 10 دقايق كده ايه يفك شوية معاكي. بصوا كده يا جماعة، كده دوبتها كده. بصوا ده بتخلص معايا اهي، ندور فيها شايفينه. بس واحط بعد كده الدقيق. بصوا الدقيق اهو. بسم الله، بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بخيل بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قيل من سمع اسمي ولم يصلي عليه عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة. هنعجن كده ونشوف. لو عايز التاني دقيق هنحط لها. اهم حاجة يا جماعة العيش في البيت والله. لو ما عندكيش غاموس بس العيش اهم حاجة، اهم حاجة اللقمة في البيت. لازم تملكيها كويس عشان يطلع ايه عيشك حلو. شايفين؟ لما كان يوقع منا حتة كده من العجين من بره يقولوا العيش هتاكل منه ضيوف. زمان كده كانوا يقولوا كده يعني امهاتنا، العيش ده هتاكل منه ضيوف. شايف ادم بيوقع ازاي؟ ايوه. سلام. بس خلاص يا سيدي، صوتك طلع في الفيديو. مش مشكلة مش مشكلة. بص اهي، بصوا كده يا جماعة لقيت ازاي اتملكت ازاي اهي كده، شايفين؟ بس وهنغطيها كده، والصبح ان شاء الله نرجع لها ايه تاني تكون عبت العلبة دي كده، ونحطها على بكرة هوريكم الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو التاني كده هوريكم الخميرة كده لما عملتها اللي هي الصبح بجد. بصوا ما شاء الله ملت العلبة ازاي. دلوقتي هنحضر هنجيب حاجة كده واسعة زي كده. هنعمل حاجة اسمها الصيدة. هتجيبي نص طبق زي كده، كبيه كده على جنب.
ودول شوية ملح. هتصبي مية سخنة عليهم. دي مية فايرة سخنة. تعصديها كده. لازم تخليها كده متناسقة مع بعضيها، ملكيها كده عشان ما تبقاش معاكي في العجين حتة واحدة. بس كده اجيب مية من الحنفية، مية عادية عشان ما ينفعش تحطي الخميرة على الصيدة دي عشان سخنة، لازم تحطي مية باردة زي كده عشان الخميرة ما تموتش. بس كده هو مكد شوية كده يعني مش كتير. وهنزل بالخميرة، تصوري هالخميرة اهي اهو، شايفين؟ بعد كده هنجيب الدقيق اللي احنا ايه هنعجن بيه. هذه الكمية يا جماعة. تحطي زي ما انتي عايزة، مثلا عايزة تعملي 10 رغيف، تعملي 15 رغيف، تعملي 20 رغيف، زي ما انتي حابة. ادي شفتوا زي ما انتوا شايفين كده. هعجن الكلام كله ده ياتي مع بعضه، هوريكم اخر العجين هيبقى شكله ازاي. بصوا كده يا جماعه، رجعنا لكم تاني. دي الرده اللي بتطلع من الدقيق بعد ما تطحنيه اهي، بتبقى شكلها كده اهي، شايفينها؟ دي الرده بنتفل بيها المجارس كده اهي، نعملها كده اهي. اهي كده شايفه كده، بتتفليها كده. هعمل دول كلكم وارجع لكم تاني.
شايفين العيش متملك ازاي. اخر حاجه في العجين هذه كده. بصوا يا جماعه لما وشه بعد كده نشف تحت المروحه هقلبه كده اهو. شايفين؟ بس هقلبه كده كله. قلبته انا شايفينه. بعد كده احطه في الشمس. هضله على السطح واحطه في الشمس عشان يخمر. بعد ما يخمر خالص هرجع اعدله تاني. وادي كده زي ما شايفين طلعناه على السطح. وادي كده ايه في الشمس. هنشيل كده من عليه الردة لو في ردة عشان ما يشققش. بس كده هنسيبوه لحد ما يخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هبصوا يا جماعة كده بعد ما يخمر العيش هرصه كده في الفرن. بصوا كده بس يطلع كده من الفرن واوريكم بعد ما يطلع. ايه رأيكم؟ حطوا اللايك. بصوا كده يا جماعة اخر ما خلصت كده طلعت العيش كده من الفرن. شايفين يا جماعة؟ بصوا هوريكم كده رغيف معانا. قطع لكم كده رغيف. شايفين؟ بصوا هوريكم رغيف كده اقطعه لكم معانا. بصوا بسم الله. شايفين؟ والبخار بتاعه. حطوا اللايك يا جماعة وصلوا على النبي. قولوا بسم الله ما شاء الله. استنوني انتظروني في كل جديد. ادعموا القناة وشيروا الفيديو وحطوا لايك. استنوا مني كل جديد. اشتركوا في القناة عشان كل ما انزل حاجة توصلكم وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.